كيف سيكون المنتهى إلى الله؟ كيف ستكون نهايتي ونهايتك؟ كيف ستكون الخاتمة؟ يا قوم، إن شأن النهاية والخاتمة شأن عظيم ينبغي أن نحسب له كل حساب وأن نهتم ونغتم من أجله. ألا يخيفنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا الله يا الله يا الله، يعمل بعمل أهل الجنة صلاة وصيام وحج وذكر وأعمال عظيمة، ثم يختم له بأن يكون من أهل النار. من هنا ينبغي علينا أن نخشى من شأن الخاتمة، وأن نخاف من شأن النهاية، وأن ندعو الله أن يحسنها وأن يختم لنا بالحسنى، وأن تكون نهايتنا إلى خير، فإن الأعمال بالخواتيم. العبرة بالنهايات، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فكلنا ذاك الذي في بداية جريان القلم، قلم التكليف عليه، يخطئ يذنب، يأتي الكبائر والعظائم، لكن ما دام في العمر متسع وفرصة يتوب إلى الله جل وعلا ويصلح من حاله حتى يأتيه الموت وهو على خير، وهو على استقامة، وهو على عمل صالح، ويقبضه الله عز وجل عليه. أيها الناس، إن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يخافون من النهاية ويحسبون لها كل حساب. السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يحسبون للنهاية كل حساب ويخافون ويرتعدون، وحصلت منهم كلمات وعبارات وأفعال تدل على مدى خوفهم من النهاية. كيف ستكون؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أن احتضر بعد أن طعنه المجوسي جعل يقول: يا ليتني أنتهي إلى ربي كفافا لا لي ولا علي. وهو عمر يخاف أن تكون نهايته سيئة، فيتمنى أن لو انتهى إلى ربه كفافا، ما عنده ذنوب ولا عنده حسنات، كفافا لا لي ولا علي. وعمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عند أن احتضر جعل يبكي، فقال له ولده عبد الله: يا أبتاه لم تبكي؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث. ثم ذكر حاله قبل الإسلام وحاله بعد الإسلام، قال: ثم ولينا أشياء لا أدري بحالي فيها. ولينا أشياء، إمارات، مناصب، فتن لا أدري بحالي فيها، خشي أن تكون نهايته
وهو عمرو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وآمن عمرو بن العاص قال عنه وعن أخيه ابنا العاص رجلان مؤمنان، ومع ذلك يخاف من النهاية. ثم ولينا أشياء لا أدري بحالي فيها. وهكذا أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أنها أم المؤمنين وزوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ومع ذلك كانت تخاف من النهاية. لما احتضرت جعلت تبكي وتقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا تذكر النهاية ورأى القبر يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع. وهكذا أبو عبيدة بن الجراح لما احتضر جعل يبكي ويقول: يا ليتني كنت كبشا يذبحني أهلي ويأكلون لحمي ويشربون مرقي. وعمران بن الحصين هو الآخر لما احتضر جعل يبكي ويقول: يا ليتني كنت رمادا تسفني الريح وينتهي أمري. وسفيان الثوري رحمة الله عليه لما احتضر بكى بكاء شديدا، فقال له حاضروه: أتبكي ذنوبك؟ عندك ذنوب كثيرة تبكي من أجلها، تخاف أن تلقى الله بها. فأخذ عودا من الأرض وقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان وأموت. لا إله إلا الله. يخاف قبل أن يموت أن يسلب الإيمان ويموت على ذلك. وهو سفيان الثوري. يخافون من النهاية كيف تكون، يخشون أن تكون نهايتهم سيئة. لذلك وفقهم الله عز وجل لنهاية مشرفة وخاتمة حسنة، لأنهم تخلصوا من العجب. العجب يا قوم، العجب. ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لما احتضر جعل ولده صالح يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله: قل لا إله إلا الله يا أبتي. فجعل يقول: لا بعد، لا بعد. فقال له ولده: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لي لا بعد؟ فقال الإمام أحمد: ذاك الشيطان أتاني يقول لي: فتني يا أحيمد، فتني، لن أضلك بعد اليوم ولن أزيغك بعد اليوم. تخلصت من وسوستي ومن إضلالي وإزاغتي، فتني. يريد أن يدخل فيه العجب ليموت معجبا فيحبط عمله. قال: وأنا أقول له لا بعد، أي ليس بعد حتى أموت، لم أفتك بعد حتى أموت. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لما تخلصوا من العجب هانت عندهم أعمالهم الصالحة واحتقروا أنفسهم وازدروها. وهذا الأمر الذي حدا بهم إلى التزود من الأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب والمعاصي، حتى كانت نهايتهم مشرفة وخاتمتهم حسنة.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ربه، مات عليه الصلاة والسلام وذاق مرارة النهاية، وختم الله عز وجل له بالحسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلنحرص على أن تكون نهايتنا على ما انتهى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام والسنة والعمل الصالح. في غزوة أحد لما صرخ الشيطان بين المؤمنين بأن محمدا قتل، وضع بعض المسلمين سيوفهم وقعدوا عن القتال وتنحوا جانبا، فجاء عليهم أنس بن النضر وقال لهم: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: وماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجملها من ميتة. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من سنة 11. يقول أنس بن مالك: لما كان هذا اليوم صلى المسلمون صلاة الفجر، صلى بهم أبو بكر إماما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي كان بينه وبينهم ونظر إليهم وهم يصلون صفوفا فتبسم، وكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في صلاتكم، فاطمأن المسلمون على نبيهم نوعا ما وذهبوا في أعمالهم، وذهب أبو بكر إلى السنح. ولما ارتفع الضحى من ذلكم اليوم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأجلسها عن يمينه وسارها في الأولى فبكت، وفي الثانية فضحكت، فقالت لها عائشة: ما بالك سارك في الأولى فبكت؟